إذاعة القاهرة أكيد هيبقى في نوعية من الإعلام المضلل، ده أكيد. مش عايزة كلام. أوكي. سكر هانم جاية أوام جايبة إذاعة، دي جراح العمر الفايرة غرقانة في ليل القهر، مش ذنب إني بحبه ولا ذنب إنه بعيد، ده نصيب قلبي اللي حبه في الهم يعيش وحيد. يا مسهرنا الليالي يا مبكينا في دروب، بسهولة الحب يبقى كلمة في أحضان غروب. اضحك يا قلبي كتير يمكن تنسى الجراح، ده جرحي فيه كبير عمره ما يوم ارتاح. اللي يبيعك يا قلبي ما تلومش في يوم عليه، أصل البايع يا قلبي بيبيع أقرب مليه، لا يوم هيقول حبيب ولا حتى يحس بيه. دايرة ودخلت فيها ودخلت يا قلبي ليه، مكتوب عليك يا قلبي تتعذب وانت بعيد، وحبيبك مهما ندت له لا بيسمع ولا بيفيد. مكتوب على النار تسارع وده قدرك مهما يزيد، لا هتقدر عنه تفارق ولا تبدأ عمر جديد. الله الله الله، جميل جميل. لا يعني حاجة بقى يعني ايه اكتر من رائع، برافو عليك، جميل جدا جدا. بس انا عايز اقول يعني فرق كبير جدا ونقلة نوعية كبيرة ما بين بقى شلاطة وايش ايش وده كمان غير الجمال ده والرقة والعذوبة دي، انت ادائك فيه كمان جميل يعني، برافو عليك. بس انا عايز اقول حاجة في لما انت الجمهور بقى يعني ازاي انت بتنتقي وتحددي؟ يعني عايز اقول رغم هذا الرقي والعذوبة والرقة والجمال وادائك فيه اكتر من ممتاز، لكن ممكن انت في حفل الناس تتفاعل اكتر مع شلاطه وايش ايش، وممكن يبقى فيه ايه مع عدم تفاعل او يمكن سخريه، لان مش كل الناس عندهم هذا الحس، فاهماني؟ يعني انت ازاي بتنتقي بقى لو في فرصه يعني لو في فرصه، ولا انت بتشوفي وشوش الناس والجو؟ ايوه طبعا طبعا. لازم الفنان او الشاعر لازم يكون عنده احساس باللي قدامه، احساس بالموقف، واحساس باللي المفروض يتقدم. يعني دي مثلا كنا بنقرا حاجات في المجلس الاعلى للثقافه تتقري فيها الجو هناك في الاوبرا، المجلس الاعلى للثقافه، حاجات زي كده، قصور ثقافه ناس معينين. لكن بقى اللي شغاله في كل مكان ومع الطلبه وفي اي مناسبه اللي هي الحاجات بتاعت شلاطه وايش ايش، تعمل سكسيجه. ليه شغاله؟ ما هو المصري بطبعه ابن نكته، بيحب الضحك. ايوه تمام. وطول ما انت بتنتقد المجتمع من حوله بشكل ساخر وبشكل يقنعه، هو بيبقى فرحان مبسوط، لان هو كده كده انت هتقول له في ده في انابيب بوتاجاز في ازمه، ده في مش عارفه العيش بتاخده. طب ما انا عارف الكلام ده ايه الجديد، انما لما تقدمها له بشكل فيه سخريه، شكل فيه ضحك، هو هيسمعه ويبقى مبسوط وبيضحك. جميل. ضمي وانسي الدنيا، ضمي وانسي الناس، انا وانت هنبقى في ثانيه ملناش غير الاحساس. ضمي وانسي الدنيا، ضمي وانسي الناس، انا وانت هنبقى في ثانية ملناش غير الاحساس. احساس بالحب وبس، احساس بربيع العمر، ولا نعرف هم في الدنيا ولا نسمع لكلام الناس. احساس بالحب وبس، احساس بربيع العمر، ولا نعرف هم في الدنيا ولا نسمع لكلام الناس. ضميني 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 وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس، ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس.
هاتي قلبك يحضن قلبي، ضميني خديني خديني، هاتي قلبك يحضن قلبي، ده انا اول مرة احس والحب حلاوته في ايه غير قلب بيحضن قلبي، وحبيبي يقول لحبيبي ده انا اول مرة ضميني 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 وانسي الناس، ضميني وانسي الناس، ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس. مستمعينا الكرام في كل مكان، اهلا بحضراتكم مجددا. رجعنا تاني ومكملين سهرتنا ابداع في ابداع، ولسه مشرفنا في الاستوديو الشاعره والمبدعه عبير عبد التواب، وعايشين مع قصائد ليها وحوار يعني ممتع، انا مستمتع بيه شخصيا. وتعالي عبير بقى نخش في منطقه تانية وقصيده جديده. هتكلم عن ام الشهيد اللي عانت كتير قوي عشان تاخد حق ابنها، ودمه اللي راح وما قدرتش توصل لاي حاجه. اللي قبل ما نسمع يعني هنفرق ما بين الشهداء استشهد في الميدان ده ولا الميدان ده، في الشارع ده ولا الشارع ده، في التاريخ ده ولا بعد التاريخ ده. اللي يفرق ما بين الشهداء اقول لك على حاجه، الايمان الشخصي والاقتناع بالفكره. انا لو انا مقتنع ان انا نازل عشان وطني وعشان ان انا بعمل هدف، حتى انا مغيب يعني، ولنفرض ان انا مغيب بس انا نزلت وانا مقتنع ان انا بعمل ده لصالح بلدي، وقتلت او مت او بتاع، حته ان انا قتلت انا مش عميل، انا كنت نازل بهدف او بنيه ان انا ادافع عن وطني، تمام. ولو انا اتقتلت في التحرير او في اي حته تانية بيدي اخرى مثلا، وليكن زي ما بقول الاخوان او غير الاخوان او كده، هتيجي تقول هي ده شهيد، بس هو ليه؟ لان هو نازل يدافع عن حق هو مقتنع بيه. اهم حاجه فكره الاقتناع، وان انت مش عميل. طول ما انت بتحب وطنك وانا بحب وطني، بس كل منا له اراء يعني شايف ان هي صح. طيب تمام، نسمع بقى القصيده اجمل. في حاجه كمان عايزه اقولها، مش من حق اي حد يقول ده شهيد او مش شهيد، لان ربنا هو اللي بيحاسب بس على الجزئيه دي. تمام. اوجاع بقى كتيره، ويا مكتر اوجاع ولا يا كتر اوجاع. ماشي. نبدأ كلامنا يا سادة بالصلاة على الزين اللي أرسلوا ربه رحمة للعالمين، وبعد الصلاة والسلام نحكي يا مستمعين عن الجبان اللي باع أهله ليوم الدين، ولا حس بالمحتاج ولا الوجع والطين. تقولش ايه الناس شياطين في بني أدمين؟ هو قال لي ولدي خلاص يما من الليلة رح نمحي عنا الفساد ونهون الشيلة، ونجيب حقوق الغلابة والناس الطيبين. بلدنا تعبت كفاية من قلة الحيلة، راح الولا وما رجعش والكل كان واعي، ومنين اجيب الصبر يا كتر اوجاعي. اخدوا الحبايب وراحوا من بعيد لبعيد، قالوا الحقايق تاهت وضاع ولد الشهيد. خرج الجبان بيرقص والضفوف حواليه، قال ايه ما فيش ما يثبت، طب ردوا انتوا عليه. قتلوا الولا وخلاص وكمان ما فيش دليل، ده هقولش يوم يا ناس قادر يا ربي عليه. لو كنت تعلم يا ولدي بتقول يمين من مين، دي دنيا مالها عزيز دايسة علينا سنين. فكرت انك هتعدل الميلة يا مسكين، ورجعنا تاني يا ولدي نحمل همومنا طين. يا بلدي فين انتي وفين اهالينا، اللي بقينا زي الطوفان تايهين في بعضينا. لا عارفة يوم ابتسم ولا ناسية اوجاعي، ابني في حلمه انكسر ومات على دراعي. غرق بدمه هدومي وراح ويا اللي راح، ومنين اجيب حق
ويا كتر أوجاع جميل. الله الله كتر أوجاع. الله عليك جميل. لا ده انت كمان القائك ايه ده، انت ممثله كمان وبتنتقلي بقى من الجديه للرومانسيه للحاجات الخفيفه. برافو عليك. الى ده انت في المدرسه كنت بتحب الالقاء وكده؟ أنا كنت على طول بقدم حد واربع في الإذاعة. الإذاعة المدرسية. الإذاعة المدرسية الإذاعة المدرسية إلقاء على طول يعني. على طول. جميل. أنت بتحب الإلقاء؟ الإلقاء جميل. في البعض يعني شعراء ومبدعين بس يجي يبوظ القصيدة بتاعته بإلقاء، يجي يلقيها يبوظ الدنيا. زمان كان الأستاذ بتاعنا أستاذ العربي أستاذ ناصر ربنا يمسيه بالخير، كان دايما بيقول لي إن الإلقاء أو القصيدة عليها الإلقاء عليه 70% من القصيدة نفسها. تمام. الكلمات ممكن أي حد ممكن يقولها، بس أهم حاجة إزاي توصليها بإحساسك. تمام جميل. وننتقل للقصيدة التالية بقى. دخلنا على ايه؟ مش هلوسة؟ نفك شوية من الجو ده. اوكي، انا هتكلم هنا بقى بلسان الفلول، انا بتقمص الفلول دلوقتي. جميل. حبذا شعوذة عالم منتزه، كلام حقيقي ومش هلوسة، ممكن نعمل أي جنون ولا نطلع كم مليون، يومها هنستولى على الكون ونلم الناس دي الأستاذة. ليه بيقولوا علينا فلول وإن ساعات البه بقى غول، أما صحيح من أكل الفول عايشين عمركم في التربسة. إيه يعني ناخد كم مليار ولا نحاصر على الأسعار، عاملين لي يا حلوين صوار والله لا نقلبها لكم عزا، زيطة ولمنة وهيصة طويلة والكل وراكم هلابيل، يعني هتاخدوا ايه بلا نيل، خليكم كده في الهرتزة. ثورة تسوي العالم بيس، اوعوا تقولوا كلام هويس، مش ده اللي انتوا في يوم قلتوه وكمان نزلتوه على الفيس، حزب وطني ورشوة وكوسة هنجيبها عليكي يا محروسة، ونخلي الدنيا تقوم هيصة وتشوفوا أصول المريسة، كلام حقيقي ومش هلوسة. جميل. الوقت بيدهمنا وبيجري، بس احنا خدنا مجموعة حلوة من القصائد. نشوف القصيدة اللي تالية برضو معانا وقت القصيدة نخليها نختم بيها بقى. نختم بتوت توت ممكن ولا نتكلم عن الشحاتين لله يا محسنين؟ طب احنا ناخد الاثنين. تعالي نبدأ بيه ونختم بيه. انت اللي تختاري بقى. نتكلم عن توت توت الأول. توت ونختم بالشحاتين. ماشي اتفضلي. توت توت جوه تابوت، فين العدل وفين القوت، قلبوا قلوبنا وفضوا شعوبنا واكلنا خلاص عمي الحوت. توت توت عاملين زي جراد الموت، مش حاسين بفقير مكبوت، غموا عيوننا وتاهوا وتهنا، كله باسم الدين بيفوت. توت توت وعلى الحال ده نعيش ونموت، كاس على كل الناس مظبوط، وعشان ما الأستاذ يتمكن صم بكم فين موجود. توت توت وإن فكرت تعلي الصوت تبقى خسارتك يا كتكوت، بتقول عادي كده وتعادي أما صحيح عالم هالفوت. توت توت خلونا زي التوت ملتوت، مع بعض نخبط ونشوط، اضحك